يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين من أجل تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وإدخال السرور على من أسس وحضر واستمع عطر مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. على نحو العجالة والاختصار نتكلم عن هذه السورة المباركة. الله تبارك وتعالى قسم قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أولا نجي نشوف ما هو العصر. وقع اختلاف بين المفسرين. جملة من المفسرين ماذا يقولون؟ يقولون العصر وهو عصر البعثة النبوية، لأنه قبل مجيء الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الجاهلية لا توجد هناك محرمات، هناك خطوط حمر، هناك قيم، هناك مبادئ، واحد يظلم الآخر، ولا توجد هناك حقوق للكبار، للنساء، للأطفال ومشاكل. ماكو هناك قوانين مجتمعية حتى تنظم المجتمع. فعندما جاء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح المجتمع، وقالت الآية المباركة: وكنتم خير أمة أخرجت للناس. هاي بعد من؟ بعد مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المفسرين، أنا أتكلم على نحو العجالة، أكو بعد كلام. المفسرين من أبناء العامة ماذا يقولون؟ الله يقسم بصلاة العصر أو وقت العصر والعصر. بعد أكو جملة من المفسرين الشيعة ماذا يقولون؟ وهو عصر الظهور. الله تبارك وتعالى يقسم بعصر الظهور. لماذا؟ لأنه تعرفون حقيقة الآن وإلى موعد عصر الظهور شو يصير الزمان، شو يصير بالمجتمعات؟ تملأ من الظلم والجور والفسق وإلى آخره. اليوم أنا شفت مقطع جاي يسوون مدارس حقيقة، يعني مدارس من أجل يتحول الإنسان إلى كلب. شايفينها حتى ناشرينها، يلبسونها هاي الحبل وكذا، يعني أجلكم الله يجل المنبر، ينباع وكذا، وشلون يأكل وهو ساجد ويأكل. يعني هاي شنو المجتمع جاي يصير؟ دمار للإنسانية، غير هاي الشذوذ، غير كذا. ولذلك عندما يأتي مولانا صاحب العصر والزمان، حتى الفقير اللي يدوروا لهم على فقير ما يلقون، اللي يجيبوا له أموال يقول لهم أنا ما محتاج. هذا عصر ظهور مولانا صاحب العصر والزمان، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما جورا. هسه اكو ظلم،
أكو جور، أكو كل شيء. لكن عندما يأتي مولانا صاحب العصر والزمان لا، بعد ماكو. على العموم الأعم الأغلب من المفسرين يقولون عصر الظهور، ظهور صاحب العصر والزمان. أو جملة من المفسرين يقول لا، هو العصر الكون، يعني الدنيا. الله جاي يقسم بالدنيا، الكواكب والأرض وما شاكل، هذا العصر مالنا. نجي لماذا يقول الباري جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي. ليش يقول؟ لماذا؟ الإنسان لماذا يخسر؟ إنه الله انطاه عقل وانطاه كل المقومات. باستطاعتك بعيونك تدرس، بديك تكتب، بقوتك تصلي تتعبد وتمام. لماذا لم نتاجر مع الله تبارك وتعالى؟ والتجارة مع الله لن تبور، ما تخسر حقيقة. احنا ليش ما نتاجر مع الله حتى ما نخسر؟ التجارة مع غير الله عقب بها ربح وخسارة ومشاكل، لكن التجارة مع الله يشتري من عندك كل شيء. شنو اللي تسوي؟ عمل بسيط صغير اللي ما تتصور هذا راح ينقبل من عندك يا له الله يقبله. هاي التجارة مع الله، أي عمل بسيط، كلام لطيف، الكلام الجميل مع المجتمع، الابتسامة، السلام، إفشاء السلام، كل هذا الله يشتري منك. التجارة مع الله، والله شو اعطاك رأس مال. ما هو رأس المال؟ وهو العمر. اعطاك عمر واعطاك هاي المقومات. العلماء شلون وصلوا؟ مو بإعجاز، ما حد وصل بإعجاز إلى هذه المقامات، كله بالطبيعة، درس وتعب والسهر، زين، ذلك وصلوا إلى هذه المراحل، ووصلوا إلى التقديس، أصبحوا مقدسين. بعض العلماء مقدسين حقيقة، زين، لأنه في يوم القيامة تدري هذا العالم، الإنسان اللي يعمل حتى شنو في يوم القيامة يدخلون للجنة لوحده، لكن العالم شو يسوي؟ قريت رواية يقول لا، العالم يدخلونه هو والمجموعة اللي علمهم، اللي أصبحوا من الصالحين، اللي زكوا أنفسهم. هذا إلى فضل هذا الإنسان بس على نفسه، لا، العلماء. فعلى العموم لازم شوية تاجر مع الله تبارك وتعالى، هاي التجارة مع الله. احنا اليوم اجتماعنا ما خلينا يعني اجتماعنا يروح هباء، لا، لنا مأتم وعقدناه باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. بعد استثنت الآية المباركة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بعد ما شئت فحضر، الصالحات كثيرة، زين، الصالحات شو تريد تسوي؟ كلها مكتوبة لنا. ولذلك الإنسان لازم يتدارك نفسه، بما أنه بعد هو بقوة وبعد موجود هو اللي يصنع الصالحات. هذا فد واحد اليوم ابنه يمشي وراه، يسولف ويا ابنه وكابنا السراج، قال له يا بني أنا إذا متت هاي أموالي أملاكي كذا، أريدك تسوي لي جامع، تساهم في حسينية، تسوي مآتم من هالقبيل. صار يتكلم مع ولده، وإذا ابن ذكي راسخا صار وراه. التفت قال له ليش صرت وراي؟ شو ضرب أنا قدامي؟ قال له مو أنت طلبت. قال له شلون؟ قال له أنت مو جاي تقول لي أصنع كذا وأصنع كذا بعد مماتي، أنت ليش ما دام أنت بحياتك تصلي هذا النور قدامك، هذا النور خليه قدامك أنت، لعله إذا متت إحنا راح نتقاتل على التركة اللي أنت راح تتركها، على الورث، على الأموال، من يقول أنا راح أسوي لك فتح حسنات، زين. ولذلك مولانا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، اليوم من الأيام واحد يشوفه شايل له قونية على ظهره، قونية. قال له وين يا ابن رسول الله؟
والدنيا تمطر. قال له ماخذها هاي في سفري إلى سفري. قال له خل أشيلها عنك. قال له لا. بس بعد خله وراح. شاف يوم الثاني هذا الرجل قال له يا ابن رسول الله شو ما سافرت؟ قال له مو أقصد سفر الدنيا، هذه القونية شنو كنت أحمل بيها؟ أحمل بيها طعام إلى الفقراء والمساكين، وبسببهم هاي راح تتحول لي حسنات وألقاها قدامي، وهو الإمام زين العابدين. ولذلك الله تبارك وتعالى يوحي إلى إبراهيم يا إبراهيم ابن لي بيتا. هاي أيضا ينقلها الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. يا إبراهيم ابن لي بيتا. النبي يبني بيت للعبادة. يا إبراهيم ابن لي بيتا آخر. عفوا يا إبراهيم ابن لي بيتا. النبي إبراهيم يبني بيت آخر. مرة ثالثة وإذا النبي إبراهيم قال يا رب بنيت بيوت، مو بيت واحد. قال له أقصد أنا البيوت هاي الحجارة الحيطان والمكان اللي أنت تتعبد به، لا أقصد تبني لي بيتا في قلوب المساكين والفقراء. تروح تبحث عن الفقراء أعمال صالحة. زين. فعلى العموم يا أحبائي، فيا حبذا هذا الإنسان يعمل صالح. المحاضرة طويلة لكن ما أطول عليكم، هالسبعة أيام ظهرية. من ضمن الأعمال حتى أقطع المحاضرة، من ضمن الأعمال الصالحة والحسنة وهي البكاء على سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين، لأنه يا أحبائي هناك رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول؟ من ذرفت عيناه على مصيبة جدي الحسين غفر الله ذنوبه ولو كانت بقدر زبد البحر. هذا أكو واحد اللي يذكرها الشيخ المجلسي، وهاي القصة في كتاب ثمرات الأعواد. يقول كان فيما بيننا عندما ذكر هذا الخطيب هذه الرواية عن الإمام الباقر، من ذكر هذه الرواية صار يشكك. عند قضية الشك دائما بكل الأمور. قال لهم يعني واحد عنده ذنوب بقدر زبد البحر والله يغفر ذنوبه لأنه بكى على مصيبة الحسين. يقول صار نقاش فيما بيننا، وبعد ذلك راح هذا الرجل وإذا به رجع يوم الآخر معتذر باكي يبكي على الحسين. قال له ما حدا مما بدا، شنو صار؟ قال له البارحة رأيت في عالم الرؤيا كأنما القيامة قد قامت والموازين قد وضعت والجنان فتحت أبوابها والنيران فتحت أبوابها ووضع الصراط. يقول لهم وعطشت عطش شديد فصرت أبحث عن الماء، أريد ماء. يقول بعد ذلك نظرت وإذا حوض عظيم الطول والعرض. يقول اقتربت من ذلك الحوض نظرت وإذا ثلاثة واقفين إلى جانب ذلك الحوض فقلت أريد ماء. يقول تبين الأول هو النبي المصطفى قال اسأل علي بن أبي طالب. يقول سألت علي قال اسأل الزهراء. يقول سألت مولاتي فاطمة قلت سيدتي إني عطشان أريد قليلا من الماء. قالت أنت فلان ابن فلان؟ قلت نعم. قالت أنت الذي تشكك بالدمع على الحسين؟ قالت لن تذوق منه قطرة واحدة حتى تتوب مما أنت عليه. يقول بعد ذلك أنا انتبهت من نومي وأجيت وأنا معتذر، لكن إحنا نخاطر مولاة فاطمة نقولها يا فاطمة أين أنت من الحسين؟ عندما يقول أحد الأعداء من جيش الأعداء يقول نظرت إلى شفتا أبا عبد الله الحسين تتحركان، يقول دققت السمع صرت أسترق صوت الحسين وإذا به يقول وحق جدي إني عطشانا.
يقول رجعت إلى عمر بن سعد قلت يا عمر ما يضرك لو أعطيناه قليلا من المال، لأنه أعياه نزف الدم والجراح، رجل لا يستطيع الحركة. يقول سكت اللعين، قلت أن السكوت من الرضا. يقول عند ذلك توجهت إلى خيمتي وأخذت ركوة حتى أملأها ماء. يقول عند ذلك ملأتها ماء وتوجهت إلى الحسين وأنا في نصف الطريق، وإذا هبت عاصفة سوداء وسمعت المنادي ينادي قتل الحسين، قتل أبو الأئمة، أيوا حسينا وقتيلا. يقول بعد ذلك دققت النظر وإذا رأيت رأس الحسين على روح طويل. أنا حر قلبي إلى مولاتي زينب عندما نظرت إلى رأس الحسين على روح طويل، كأني بها تخاطب عمال الراس، تقول له شيعان الراس لا تلوحه، يا شيعان الراس لا تلوحه، وهبط على بقايا الروس رمحه. أنا خاف يفوت ريح الهوى بجرحه، يا ابو جرحه عليه يقوم يسعر. بعد شو تقول له؟ تقول زينب يا شيال راس حامين اولين اهدر خليد والعسكي، انا شوف الولد ساكت عن ولينا قل تعب لو جرعة خدر. بعد يا شيعي يا موالي شوية خل أحرق قلبك. شو تقول له؟ مولاتي زينب تخاطب الرأس الشريف، شو تقول له؟ تقول له خويا حسين لا تلتفت لينا لينا، خويا نسوان خويا وين سبينا، خويا يضربونا وليش قام بدينا، خويا وعلي لك علي لك انا مشدر ولينا يا خويا. الله اكبر يا شيعة يا موالين. عند ذلك مولاتي رقية ومولاتي سكينة تقلها عمة خاطبين من قالت خاطب أباك الحسين. عند ذلك رمت بنفسها على جسد المولى أبا عبد الله، تقل له أبويا بقينا من عرفك يتامى يتامى يا أبويا الليال عرفك ما ننام، بويا أثار الأبو يا ناس خيمة يفيع العيال وحريمة يا أبو. بعد ذلك يردون يأخذون سكينة من جسد والدها لكن بالقوة بالضرب يا شيعة يا موالين. عند ذلك تلتفت لسكينة شو تقول له؟ تقول له أبويا برضاك لا رغم عليك، أبويا يجرنا الشمر من بيدي، أنا أصرخ ودير العين لك أبويا واضرب عميتك ما تخلي، أبويا لجن معذور يا العزة وريدك يا أبو. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد يا الله، واقضي حوائجنا، شافي مرضانا، يسر أمورنا يا الله،
تقبل منا هذا القليل يا الله يا الله يا الله بجاه الحسين عزيزك يا الله. أخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم، يسر أمورهم. المؤسسين اللهم تقبل منهم بأحسن القبول، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم، يسر أمورهم، اجعل ديارهم عامرة بذكر محمد وآل محمد يا الله. إلى أموات المؤسسين والجالسين والسامعين من مات على ولاية أمير المؤمنين والشهداء والصالحين، شهداء كربلاء، شهداء العقيدة، شهداء الفتوى، أمواتكم أموات المؤسسين، لا سيما إلى روح سيدي ومولاي الحسن العسكري، بلغ اللهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.